السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي فضلا وليس أمرا حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. النهاردة بقى عندنا روتين الشهري بتاع مشتريات الشهر ويعني ازاي نحافظ عليها ونخزنها كويس، ويعني ربنا يجعل بيوتنا دايما كلها عمرانة بالخير يا رب العالمين. وعملنا مخبوزات حلوة جدا جدا، بوريك الجبنة اللي ينفع للمدارس وينفع للفطار وينفع للعشاء. تحفة تحفة تحفة، وطريقته سهلة جدا ومقاديره مظبوطة بالسيكة. يلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا بسرعة. اول حاجة عملتها قبل ما افكر اشتري اي حاجة ولا اعمل اي حاجة، لازم الخطوة دي تتعمل قبل ما تجيبي مشترياتك كلها. تشوفي علب الخزين اللي عندك، تشوفي الحاجات اللي خلاص قربت تخلص او فاضل منها حاجات صغيره. المهم تفضي علب الخزين بتاعتك كلها، لو محتاجه غسيل تغسليها وتنشفيها زي ما انت شايفه كده بالظبط. ودي الحاجات بقى اللي انا لقيتها زياده عندي، لقيت عندي شويه دقيق وشويه لسان عصفور وكيس مكرونه سباكيتي على شويه رده على شويه نشا على شويه يعني فاهمين، يعني لميت الحاجات اللي فاضله عندي من الشهر اللي فات. خلاص بلمها كلها كده في طبق او في اي حاجه، وبجيب بقى الحاجات الجديده وبجيب على اساسها وبقى بكتبها في ورقه وبجيب على اساسه بقى الحاجات اللي انا هجيبها الشهر ده او الحاجات اللي ناقصاني الشهر ده. خلاص نبدا بقى باول حاجه ببدا بيها الشهر، التموين بتاعي. لازم اجيب التموين الاول، بعد كده ايه بقرر بقى هجيب بقى ايه عليه. التموين بتاعنا طبعا خلاص يعني انتوا عارفين ما بقاش فيه حاجه قوي يعني. فاول حاجه بجيبها التموين، بجيب فيه كيسين سكر عشان انا فردين، كيسين سكر وازازتين زيت، وبيزيد لي كيس ملح وتقريبا كيس اوكسي اللي هو ابو 11 جنيه. تمام. ده الاساس عندي في حاجات الشهر او مشتريات الشهر كلها. خلاص جبت ده اطمنت عليه، خلاص كده انا ما بحتاجش سكر غير الكيسين دول. ودايما بخلي كيس زياده عندي في علبه الخزين بتاعه السكر، ده ما بستغناش عنه او ما يعني لا اتنازل عنه ابدا. بحس ان هو كده سترة البيت، عارفين انتوا الحته دي. فدايما عندي كيس زياده بجيب بهم عليهم كيسين، لو حسيت ان انا بقى هنقص بجيب في نص الشهر ايه كيس او حاجه برضو بشيله احتياطي. المهم المكرونه عندي كان زايد مكرونه زي دي، فجبت عليها المكرونه القلم او الفرن، فجبت عليها 3 اكياس تاني. انا احتياجاتي بتبقى 4 اكياس. وعجبتني اول مكرونه دي اللي هي عامله زي ايه، اللي هي الكوع دي. فعجبتني قوي، كان يعني جودتها حلوه قوي. فالكيلو بتاعها كان ب 16 جنيه، فجبت كيلو. الشعريه بجيب عندي كيلو ونص في الشهر، بيبقى على قد علبه الخزين بتاعتي، بيكفيني بالظبط. اكياس المكرونه دي كان الكيس ب 6 جنيه. انا بحب المكرونه الاصيل جدا، ولو تلاحظوا في كل مشتريات الشهور اللي فاتت انا لازم بجيب الاصيل. بجيب علبة الماجي دي بتكفي معايا شهرين 3 حسب يعني حسب الظروف او حسب استهلاكي، بس بجيبها كل 3 شهور. وكانت ب 32 جنيه الشهر ده. بجيب عندي رز، انا جايبه هنا 3 كيلو. ما كانش زايد عندي، بس قلت ايه حسب المصروف بتاعي فهجيب على قد الفلوس اللي معايا. عارفين بقى الست الشاطره كده تمشي نفسيها باي حاجه. فالكيلو بتاعه كان ب 20 جنيه وكان جودته حلوه جدا برضو. وجبت كيسين ملح عشان كان زايد معايا كيس كبير من الشهر اللي فات زي ما انتوا شفتوا. لسان العصفور كان زايد معايا شويه صغيرين او نص كيس من الشهر اللي فات، فجبت عليه كيسين. وكان زايد معايا كيس مكرونه سباكيتي، فجبت عليهم كيس. خلاص جبت عندي ربع فاصوليا وربع لوبيا، دول اساسيين عندي في كل شهر لازم اجيبهم. وجبت ربع اسمه ايه عدس اصفر وربع عدس بجبه. تمام. عندي ده كربونات، وجبت ب5 جنيه كربونات ما بستغناش عنها برضو. وعندي الدقيق، انا بجيب دقيق سايب ما بجيبش دقيق اكياس، يعني بحب الدقيق السايب جدا. الكيلو بتاعه كان ب 17 جنيه. تمام. المره دي بقى يعني اليومين دول بقى بنجيب دقيق كتير عشان طبعا انتوا عارفين تجهيزات بقى المدارس والمخبوزات اللي بنعملها عشان المدارس، فبحب الدقيق يبقى عندي ده اساسي. تمام. بشيل بقى حاجتي كده وارصها في دولاب الخزين. واول حاجه شلتها عندي الزيت عشان بشيله في حته غير اللي انا بحط فيها الحاجات دي كلها. تمام. بجيب عندي بقى العلب بتاعتي، زي ما اتفقنا احنا غاسلينهم ومنشفينهم كويس جدا. وبجيب عندي العلب دي بتاخد كيلو ونص من الشعريه، وكيلو ونص من الدقيق او اكتر شويه. والرز تقريبا بتشيل كيلو ونص او كيلو او 2 كيلو حاجه زي كده يعني. المهم بفضل الحاجات بتاعتي دي كلها، واللي بيزيد عندي بشيله بحطه في
بحطه عندي جنب في انا مقسمه الضلفه لنصين، نص بحط فيه العلب دي ونص بحط فيه الحاجات اللي لسه بكياس. انا المكرونات عندي الحقيقه ما بحبش احطها في علب، يعني زي ما انتم شايفين كده شنطه المكرونه دي انا سايباها زي ما هي، اكياس المكرونه سايباها زي ما هي. لسان العصفور بس هو اللي بحب افضيه عشان يبقى سهل عندي في الاستخدام، لان انا ما بستخدمش الكيس كله. لكن اكياس المكرونه انا بستخدم كده كده الكيس بستخدمه على بعضه، فما بيبقاش منه، فعشان كده ما بيعمليش ازمه. تمام. الدقيق هبدا بقى احط في العلبه بتاعتي املاها دقيق واشيلها، والباقي بحطه عندي في الفريزر او في التلاجة. لو عندك مكان في التلاجة حطيها فيه، لكن لو ما عندكيش مكان حطها في الفريزر عشان ما يبصش منك او يسوس، او لا قدر الله يبقى فيه حاجات من جواه، لان احنا عندنا الجو حر جدا، فما بينفعش اسيب حاجه بره غير على قد استخدامي بس. تمام كده. مليت علبه الدقيق زي ما انتم شايفين كده، بغطيها واحطها جنب اخواتها. الباقي زي ما قلت لكم بفضيه بحطه في اكياس، بيبقى سهل عليا جدا في الاستخدام. بعد كده اشيل الكيس افضيه في علبه الخزين زي ما هي، ومنه بحافظ عليه، ومنه ما يكركبليش الضلفه بتاعه الخزين عشان يبقى ايدي سهل ان هي تستخدم اي حاجه او تطولها اي حاجه. تمام. زي ما قلت لكم يعني المشتريات دي طبعا مش اساسيه، يعني مش حاجات اساسيه عند كل حد ان هو يشتري الكميات دي او يشتري الحاجات دي. انا بشتري حسب استخدامي وحسب امكانياتي وحسب ظروفي وحسب مصروفي وحسب انا دخلي بيبقى ايه، في باليوم في بالاسبوع وفي بالشهر، فكل واحد يمشي حسب ظروفه. احنا بنقدم افكار وبس، يعني طرق حفظ للحاجات اللي احنا جايبينها، وازاي تنظمي دولاب الخزين بتاعك او الدولاب عندك بتاع المطبخ يبقى شكله حلو وسهل الاستخدام مش مكركب. كل الحاجات افكار بس مش اكتر، لكن مش استعراض ولا ان هو يعني حاجات انا بستعرض معاكم الحاجات اللي انا بجيبها بس من باب التباهي او الحاجات دي. لا بالعكس، انا يعني يعتبر الحاجات دي ما فيش بيت ما بيخلاش منها، او دي اساسيات كل بيت اتعودنا عليها في بيوت اهالينا من قبل ما نتجوز، واحنا عارفين الحاجات دي كلها. كانت والدتي وحماتي وكلهم ربنا يديهم الصحه كان اساسي عندهم ان الحاجات دي تبقى موجوده في البيت، اساسيه، ما ينفعش بيتك يبقى فاضي منها. تمام. هتقولي لي بقى ما جبتيش شاي ليه؟ عشان انا عندي استهلاك الشاي مش كتير الحقيقه، انا باكل الشاي كل 3 شهور، يعني ما باجي اللي هو الربع كيلو ده انا بجيبه كل 3 شهور. زوجي اغلبيه الوقت في الشغل، ويعني لو جه ممكن يشرب كوبايه في اليوم او ما يشربش، يعني حسب والحاجات التانية بقى اللي هو الكابتشينو والنسكافيه والحاجات دي كلها، كوفي ميكس والحاجات دي ملناش فيها قوي. يعني الاساسيات عندنا اللبن، ولو حبة شاي صغيرة تكفي مفيش مشكلة. لكن انا بنات عندي بيشربوا لبن، ولو هيشربوا قوي يبقى نسكويك او كاكاو على اللبن بس، مش اكتر من كده. فعشان كده هتلاقي مشترياتي اغلبيتها ما فيهاش شاي. بس كده. عندي بقى زي ما قلت لكم كده لسان العصفور، حطيت كيس في العلبه دي بتشيل كيسين، بس حطيت كيس واحد والباقي اللي عندي حطيته في كيس لوحده، عشان ده كان نوع وده نوع تاني، يعني النوع ده الاصيل، لكن النوع اللي كان فاضل عندي كان ستار، والنوعين مش زي بعض خالص الحقيقه، واحده طويله وواحده فاتحه وواحده غامقه، بخلي كل حاجه لوحديها يعني. تمام. بس كده. كان عندي المدشوش ده او الفول المقسوم نصين ده، كان زايد عندي من الشهر من زمان الحقيقه، مش من الشهر اللي فات، لان انا ما بشتروش كتير، ففضيته في العلبه بتاعته. وده بقى اللي هو الكنتاكي او اسمه ايه، الفيجيتار، اللي هو المجروش اللي حباته تخينه شويه ده، سوري معلش بقى حقوق علينا على الاصوات اللي انتوا سامعينها دي. وكيس الفيجيتار ده انا كنت جايباه من الشهر اللي فات، بس ما استخدمتوش الحقيقه لانه غالي جدا كمان، فانا ما بجيبوش غير كل فين وفين. الكيس ده كنت بجيبه ب 15 جنيه، جايباه اخر مره ب 32 او حاجه زي كده. المهم ان انا بخلط الحاجات دي الثلاثه على بعض، الرده مع الكنتاكي ده. لو هعمل بس فراخ بالفيجيتار بخليها تبقى خشنه كده شويه ومقرمشه، لكن الاساس عندي بخلط الرده ومعاها الفيجيتار اللي هو الجاهز. تمام. منه بيكتر الكميه، ومنه طبعا الرده مفيده جدا وما بتغيرش في اي طعم ولا لون ولا اي حاجه. زي ما انتم شايفين كده بقى، ده شكل الضلفه بتاعتي، نصها قلنا علب والنص التاني للاكياس والحاجات دي. انا طبعا زي ما انتم عارفين المطبخ عندي مش كبير قوي، فعشان كده بستغل كل حته فيه، باهم حاجه يكون مقضي احتياجاتي كلها. اخر حاجه بقى كنت جايباها الفانيليا والبيكنج باودر والخميره الفوريه والصلصه البيوريه اللي هي الجاهزه دي. انا ما بحبش استعملها كتير وزي ما انتم عارفين، بس انا يعني في حاجات معينه ما ينفعش من غيرها، فعشان كده بجيبها زي الوصفه اللي جايه بتاعه النهارده، البوريك بالجبنه، لازم استخدم فيها صلصه زي دي. المهم بقى انا بحط الحاجات دي كلها في علبه واحده،
واهم حاجه طالما في كيس استخدمتيه قبل كده بتلفيه كويس جدا جدا جدا، ما تمنعي عنه دخول الهواء، هيفضل معاكي لمده اسبوع او اسبوعين بالكتير قوي، لكن بعد كده ما ينفعش تستخدميه. تمام. بالذات البيكنج باودر، الخميره ممكن تقعد شويه. وحطيتهم هما الاثنين مع ملح الليمون وكربونات الصوديوم، وحطيتهم في العلب وشلتهم في الضلفه بتاعتهم. عندي بقى الوصفه بتاعت النهارده، البوريك بالجبنه. وصفه سهله ومقاديرها مظبوطه جدا جدا، ان شاء الله تطلع من ايدك حلوه، وبتنفع حلوه قوي في المدارس، في غدا، فطار، لا غدا ايه، فطار، عشاء. بتنفع مع كوبايه شاي، كوبايه لبن، بتبقى تحفه. هكتب لكم المقادير دلوقتي على الشاشه بالظبط، وامشوا عليها هتطلع معاكم مظبوطه جدا ان شاء الله. انا طبعا هنا بحط بالبركه، لكن انا هنا كاتبه لكم المقادير بالظبط بالظبط لو اول مره تعمليها. جبت الطبق اللي عندي او البوله اللي هعجن فيها، حطيت فيها كوبايه من الميه، عليها معلقه كبيره من الصلصه، معلقه صغيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، باكو خميره فوريه. تمام. دي اول حاجه، بخلط الحاجات دي كلها مع بعضها، وبعدين بجيب عندي 4 كوبايات من الدقيق او نص كيلو. عارفين ان احنا النص كيلو عيارهم بالظبط 4 كوبايات من الكوبايه المج اللي انتوا شايفينها دي. اهم حاجه الكوبايه اللي تعايري بيها كل المقادير اللي عندك. لو اي وصفه عامه ايا كانت تعايري بنفس الكوبايه، تعايري بيها كل المقادير. تمام. بخلط عندي المقادير دي كويس، وبيفضل عندي اخر حاجه الزيت او الماده الدهنيه. بحط عندي معلقه ونص من السمنه، معاها معلقه ونص من الزيت، 3 معالق. سواء ينفع يعني يستحسن يبقوا الاثنين مع بعض، عشان السمنه بتدي طعم والزيت بيدي قرمشه كده للبوريك، بيخليه حلو جدا وتحفه. ماشي. لو حطيتي زيت لوحده هينشف قوي، لو حطيتي سمنه مش هتبقى يعني زيها زي الكحك كده، واحنا مش عايزين كده. تمام. بس كده، ده هنعجن بقى كويس جدا جدا جدا، يعني عجنا مبرحا لحد ما العجينه تبدا تطرى معاكي، يعني تبقى لينه كده. انا محتاجتش ميه زي ما بقول لكم، وهي الكوبايه بس، وكانت زي الفل. بديها عجن حلو جدا جدا لحد ما تنعم في ايدي. وطبعا الجو حر مش مستحمل، فهتحطيها يا دوب نص ساعه، هتبصي هتلاقيها ايه، خمرت وبقت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. شايفين؟ طبعا العجينه حلوه جدا وطريه جدا وناعمه كده في الاستخدام، ولينه كده معاكي وتحبي تمسكيها، يعني شايفين؟ وما لزقتش ولا عملت اي حاجه في الطبق اللي معايا. تمام. عشان اشكلها انا هحشيها بالجبنه، اي نوع جبنه، بس يستحسن يكون جبنه فيها ملح كتير عشان تبان في وسط العجين. تمام. بعد كده انا عندي علبه الجبنه دي بحب استخدمها كتير، فهي اللي هحشي بيها. لو عندي جبنه اسطنبولي، عندي جبنه براميلي، كل ده ينفع. تمام. بعد كده ممكن تحطي الجبنه معاها بقدونس، يعني حسب الحشوه اللي انت بتحبيها. هجيب النشابه بتاعتي وابدا اخد نص العجينه وافردها السمك اللي انا عايزاه بقى، وحسب الحجم اللي انا بحبه. انا بحب الحجم الصغير الحقيقه، عشان يا دوبك هو قطمه وخلاص على كده تخلص، ما بحبش الكبير. وفي الافران احنا كده كده بنجيبه الصغير خالص. فلو ده بيتحط بقى في اللانش بوكس بتاع الاولاد في المدرسه، بيبقى تحفه جدا جدا. وحبه البركه اللي عليه بتبقى مفيده جدا جدا جدا، ما تستغنيش عنها ابدا. حتى لو قالوا لك ما تحطيهاش، برضو حطيها. الكلام ده لحد بقى بيحبش حبه البركه، رحمه بقى اول ما شافتني وانا بحط حبه البركه، انا قلت لك ما تحطيش، بس بياكلوها في الاخر برضو. يعني اعملي اللي انت عايزاه وفي الاخر هتلاقيهم بياكلوها. بس اهم حاجه تبقى حاجه مفيده، يعني طالما حاجه عارفه ان هي هتفيدهم مش هتضرهم، ما تسمعيش كلامهم فيها. بس بعمل بقى زي ما انتم شايفين كده، بفرد بالسمك اللي انا عايزاه، او يعتبر ايه يعني، ولا سميك قوي ولا رفيع قوي. وبقطع باي بقى قطعه دايره عندي زي ما انتم شايفين كده. انا عندي غطا العلب بتاعتي السكر والحاجات دي، فلقيت حجمها حلو جدا ومناسبني فقطعت بيها. ممكن لو عندك قطعات بقى اللي هي بتاعت القطعه اللي هي بتاعت ايه اسمها ايه، قطعات المدوره دي، ماشي. تكون اهم حاجه ان هي تبقى دايره زي ما انتوا، مش صريحه، مش ورده ولا الحاجات دي بس. وبتحطي الجبنه في وسطها وبتشكليها بنفس المنظر ده، وما يعني ما بتلفيهاش على بعضها، لا بتعمليها زي القطايف كده، وبعد كده بتحطيها على وشها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بس كده عشان بقى اسهل على نفسي. فالصاج عندي الاول، الصاج عندي يبقى مدهون بالزيت عشان ما يلزقش مني، والنار بتاعتي تبقى عاليه. اي حاجه معجنات بتخش على نار عاليه. تمام. وفي الاخر بشغل عليها الشوايه. عشان اسهل على نفسي عملت كل الحاجات دي، عملتها وقطعتها وحطيت عليها الجبنه، وبدات اشيل كله مع بعضه.
ده شكلها بعد ما خلصت خالص. للوش بقى هجيب عندي لو عندك صفار بيضه متاح، لو انا ما كانش عندي الحقيقه صفار بيضه فحطيت البيضه كلها وعليها معلقه من اللبن ورشه من الفلفل الاسود، يعني هو ممكن رشه فانيليا، رشه فلفل اسود، ينفع الاثنين، فانا حبيت الفلفل الاسود، حسيت انه هيليق اكتر. تمام. لو فانيليا برضو مش هتأثر خالص ولا هتديها طعم المسكر ولا الكلام ده خالص. تمام. بدهن بيها الوش، وبعد كده اما بدهن الوش كله بروح رشه عليها بقى حبه البركه او السمسم او زعتر، ايا كان اللي انت بتحبيه، لو بتحبي شمر، لو بتحبي كمون، ينسون، الحاجات اللي انت بتحبيها كلها ممكن تطعمي زي ما انت عايزه، بس الاساسي فيه حبه البركه عشان نبقى متفقين يعني. خلاص. بس ده كان شكلهم بقى بعد ما اتعملوا كلهم. سبتهم يخمروا حوالي نص ساعه، وبعد كده حطيتهم في الفرن زي ما قلت لكم درجه حراره عاليه لمده ما كملوش 10 دقائق، وشغلت لهم الشوايه في الاخر. وبعد ما بيطلعوا برشهم بميه وبغطيهم عشان يبقوا طريين وحلوين زي ما انتم شايفين كده. لو ما اتقفلتش حلو بتبقى زي دي، بس كانت حلوه وطعمها كان حلو جدا وتحفه. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. تنسوش بقى التعليق الحلو واللايك والاشتراك لو لسه ما اشتركتوش. وهنا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.